السلام عليكم يا جماعة. اليوم كان عم يخطر على بالي اني اكل هيك شيء بيقولوا يرد الصحة يرد العافية. يعني بصراحة شوي مليت من الوجبات السريعة، فكنت عم فكر انه مالي غير سوق السمك. حابب اعمل شيء هيك يكون على كيفي على مرائي، وكمان بنفس الوقت نتعرف على الاسعار، بنشوف الاماكن، بنشوف انواع السمك، بنشوف الانواع المناسبة للشوي للقلي، وبنشوف كيف نعمل وجبة سمك تردنا صحتنا وعافيتنا. راح نحكي بشكل عام عن السمك القلي، ومفضل للاولاد الصغار يعني يكون ما في حسك. مثل هيك هلا لحظة، هذا شو هذا السمك؟ مثل هيك سمك العصيفر هذا نهائيا ما في حسك، بس السرسوبة كمان كثير لذيذ. قديش سعر الغبوش؟ من 35 ل 40 ليرة، بيختلف في الحجم. هذا مقالي وسعر رخيص يعني. العصيفر هذا 60 55. في هيك المرجاني كثير كويس، هذا بمقدر سعر 35 ليرة بس. في هيك سمك ارملان، هذا ما حكينا عنه ابدا. هذا سمك نهائيا ما فيه حسك، بيجي فيه عمود فقري فقط مثل الانسان، يعني اضلاع ما فيه. هذا المرلان. في هيك الكريدس، هذا كمان علقلي ولذيذ جدا، بس اسعاره شوي غاليه. هاي الشكارميه كمان على القلي جدا لذيذه، وفضل انه العالم ما تاخذ حجم كبير لان في حسك، حجم صغير هيك مثل البطاطس. طيب هلا نحن بدنا ناخذ من عندك، ماشي؟ انت هيك على كيفك ضبطنا صح؟ وبدنا ناكل طبعا بس بدي شيء مرتب. على راسي حبيبتي زمان. هاي صار عندنا فكره، وقت نجي على سوق السمك شو الخيارات اللي لازم ناخذها اللي بتناسب الصغار، اللي بتناسب الناس اللي بتحب السمك مقلي، اللي بتناسب الناس اللي بتحب السمك مشوي. والله شيء زاكي، عقدة الاردنيين والفلسطينيين. هون بكره التعقيب شيء بده يجي لعندك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انت بس قالوا لك نحن جايين من عند احمد. خلي يقول له جايين منك بنصير لنا اندريم، أيوة. بنصير لنا بروموسيون. طيب هاي صار لكم خصم بس اجيتوا لعنده، بس قالوا له جاي من عند احمد وان شاء الله بيعطيكم خضرتكم كويسه، بيعطيكم تفاح هديه. اهلا وسهلا حبيبي شكرا. حاضرين معلم. وهلا يا جماعه سمكاتنا صاروا جاهزين. هي احلى وجبه سمك، يا سلام يا سلام. لك على الصفه على القريدس. بدنا ناخذ الوجبه نروح ناكلها، بس اول شيء لازم نجرب القريدس. بسم الله الرحمن الرحيم. والله شيء مرتب يا محمد. صح، وانا اهلا وسهلا. بدنا ناخذ هون، نروح نتيسر على البيت، ناكل هون بالبيت. لما تكون هف على نفسكم أكلة سمك خفيفة وما حابين تتعبوا نفسكم بتنظيف السمك وزفرته، بكل بساطة بتاخدوا هالتشكيلة نطفة وجاهزة، وكمان مقلية ومغلفة ب 65 ليرة. حوالي 5 أنواع سمك مشوي وشوية قريدس. هالأنواع أنا اللي اخترتها للوجبة، يعني وقت تحبوا تجربوها بكفي تحكي له بدك من هالوجبة اللي طلبها أحمد دحو. الوجبة كانت بتكفي شخصين ما أكيلة أو شخص أكيل، كانت الخيارات كلها مناسبة للقلي ولذيذة جدا، من السردين للشكارمية للعصيفر. لكن كتير حبيت الميرلان، حسك ما فيها بتاتا وبتتاكل مثل ما هي. ما شاء الله لون السمك بشهي، وتتبيلة ما قبل القلي عم تعطي لون ذهبي ونكهة لذيذة، وينصح بالتجربة. لا تنسوا المتابعة والتفاعل مع الفيديو. بأمان الله.